بصوا بقى، حبة قلبي جت اهي، جت بالسلامة. بس ربنا ايه يعني يبارك لي فيها كده، عشان خاطر ايه يعني هي حلوة وكل حاجة. بصوا الخامة بتاعتها انا طالباها اونلاين. آه بس هم عاملينها بستريتش راب كده. بصوا الخامة بتاعتها من جوه حلوة وكل حاجة، وخامتها حلوة والمية بتاعتها حلوة. بصوا بس انا اقفل لكم الكشاف. بصوا المية بتاعتها من جوه المراية، تحس ان هي الله اكبر صافيه كده يعني. بس انا طبعا ما نمتش من امبارح وايه والدنيا بايظه عندي. بصوا، هو انا قلت له عايزه اشوف الميه بتاعت المرايه، فتحها لي من جوه كده. بس طبعا بقى لما ياسمين تيجي، عشان ياسمين مش موجوده، اللهم صل على النبي، تبقى ايه، تبقى تشوفها وتشيك عليها وكده. يعني هي الحاجه الوحيده اللي انا مقلقه منها هو المسمار ده. المسمار ده حاسه ان هو خرع كده يعني. المسمار ده هو اللي بيخليها ايه تفتح وتقفل كده. فعادي ممكن ابقى اخلي جوزي يعمل لها مسمار تاني هنا، عشان حاسه ان هي يعني مش متينه كده. بس يعني شغاله حلوه اهي. والمساحه بتاعتها حلوه وكبيره يعني الله اكبر. اطول مني، بص قد ايه، 100 170 في 70. يعني انا دخلت على صفحات كتيره على الفيس، والله مثلا على النبي، لقيتها لقيتها دي يعني ايه، احسن عرض واحسن سعر. عامله كام؟ عامله من بعد 1800، عامله 1500. وكانت اليومين كده كانوا يومين عرض، ان ان الشحن مجانا. فاهمين يعني؟ والمعاينه قبل كمان ايه الاستلام، يعني تعينيها كده عشان خاطر اللهم صل على النبي، تعينيها يعني تشوفي فيها ديفوهات، تشوفي فيها حاجه مش عاجباكي، عادي ممكن الاوردر ياخده تاني وهو نازل، يعني مش اشكال. فايه رايكم بقى فيها؟ يعني ساعات كنت قاعده اقول لكم ايه، كنت قاعده اقول لكم مش عارفه اصور لكم اللبس من تحت. كنت جايبه حاجات كتير وكده، وكنت ببقى عايزه اصورها نصي كده التحتاني اللي فوقاني، بس لا، كان نص التحتاني مش بيبان. كنت بصورها على التسريحه بتاعت ياسمين. بصوا التسريحه بتاعت ياسمين قصيره كده بردك. لا، قلت بقى ايه، قلت اجيب واحده كده عمالين نتخانق عليها انا وياسمين، وياسمين تقول لي ايه، لا اخدها في اوضتي. وانا قلت لها لا يا حبيبتي، انا جايباها عشان احطها في اوضتي عشان التصوير. في الاخر خالص راحت قالت طب خلاص حطيها في الريسبشن. فمش عارفه انتوا قولوا لي بقى كده احطها فين، في انهي حته. انا حطاها ورا الباب عندها كده، بصوا الباب اهو، وانا حطاها ورا الباب عندها. بس بقى اي ما تيجي كده ممكن تظبط لها مكان. ممكن تحطها هنا مكان التسريحه مثلا، وتحط التسريحه في اي حته تاني. مش عارفة بقى هي تظبط الدنيا، أو ممكن تحطها مكان الكومودينو. مش عارفة بقى، هي حرة، فمش عارفة. قولوا لي انتوا بقى ايه رأيكم فيها، وقولوا لي ايه رأيكم في سعرها. شفت مقاسات كتير جدا على الصفحات بتاعت المرايات دي. هحط لكم الصفحة والصورة بتاعت الصفحة على الشاشة بعد ما منتج الفيديو. ويعني طبعا هيعمل بقى فيديوهات حلوة كتير عليها، وانا لبست اي حاجة كده طبعا عشان الراجل كان مستعجل وكده، ورحت لابسة اي حاجة كده عشان خاطر سلمهاني في مينت كده، يعني في ثواني كده، وراح فاتحها لي وراح نازل على طول. فقولوا لي ايه رأيكم فيها. ما شاء الله يعني، مساحتها حلوة كده، ويعني شغالة عادي الحمد لله، احسن ما كنت عملتها عمولة. فالفيديوهات الجايه طبعا يعني احنا عاملين بقى ايه يعني، حاجات مفاجآت حلوه كتير. فتابعوني كده عشان خاطر عامله لكم مفاجآت حلوه كتير. بس ايه، شجعوني كده وشيروا لي كده الصفحه بتاعتي اللي هي الايه، اللي كانت انعدمت دي، عشان خاطر يعني انا زعلانه جدا على القناه بتاعتي، ونفسيتي تعبانه. فعوضوني بقى في ايه، في القناه اللي هي التانية دي. يعني خلوني كده احس ان انا يعني ما استعجلتش او ما اتسرعتش. فربنا بقى يعوضني في القناه دي، وانا واثقه فيكم، وواثقه طبعا في ربنا، يعني قبل اي حد، ان هو طبعا مش هيسيبني ومش هيخذلني. فقولوا لي كده ايه رايكم في المرايه، وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو. وطبعا مش عايزه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. هنعمل بقى، انا عشان بس ممزوقه محتاجه اخد جرعه حقن الحته دي كده. هو بصوا زي ما تكون ايه مكسوره كده، فمحتاجه حقنه النهارده تاني. كنت هعمل معاه كورتينات جامده جدا في الشقه، بس قدر الله ما شاء فعل. كل ما انوي اعمل اي حاجه يحصل لي اي حاجه. فالحمد لله رب العالمين. يعني هرتاح كده اهوت، والتعب اللي فيا ده يمشي، واعمل معاه كورتينات حلوه في الشقه. بس شجعوني وايه وقول لي كلمه حلوه كده في التعليقات. واللي مش عايز يقول كلمه حلوه ان شاء الله حتى يعني ايه
يعني احسن حاجه تقولوها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بس مش عايزه منكم اكتر من كده. بس وهقفل بقى معاكم الكاميرا وهنشوف الفيديو هيكمل ازاي، وخليكم معايا بقى في الفيديوهات الجايه تبقى كلها طرقعه. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي. وتعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتني خالص من الفيديو اللي فات. جبت لكم بفيديو جديد النهارده. تعبانه خالص والله، بموت بفرفر. بصوا عارفين عامله زي ما اكون مشلوله كده والله. بقالي كذا يوم تعبانه. المزق ده تعبني جدا جدا، مش عارفه اتحرك منه خالص. بصوا يا دوبك عيالي كانوا بيلبسوا كده وانا جالي المزق ده، يعني ايه مش عارفه اتمزقت كده قدر الله مش افعل. الحمد لله رب العالمين. بس في اليوم ده بقى كانوا عيالي عندي وكده. هم كانوا طالبين. بص الملوخيه دي جوزي كان جايبها لي. هو اللي كان مقطفها يعني من الشجره بتاعتها، فجايبها لي بالبتاع بالعروق بتاعتها كده. وانا بعد ما غسلتها رحت مقرطفاها تاني. فهم كانوا طالبين محشي كرنب. وبس لقيت جوزي جايب لحمه كده، وبعدين ايه يعني هو ما كانش يعرف ان هم جايين. ف يعني قالوا لي ماما احنا نفسنا بقالهم فتره بيزنوا على محشي كرنب. فقلت لهم حاضر. كنت انا يعني كان جوزي كان جايب لي كرنبايه قبلها بيوم، واللهم صل على النبي. عملنا منها قبلها بيوم يعني حبه، وسلقتها وجهزتها وكده وايه وقلت تاني يوم برضك ايه يعني احنا ما كناش هنعمل بقى تاني يوم. فقالوا لي احنا جايين. رحت كنت شلت الكرنب في الفريزر، كنت مغطياه كده وحاطاه في الايه في الثلاجه. وابن بنتي بقى كان الصغنن كان طالب جلاش باللحمه المفرومه، فطلعت له ربطه كده وعملتها له بسرعه. والبصل ده مقطعه كده عشان بحطه في قعر الحله كده، مع حبه طماطم، يعني طماطم طرنشات. اللحمه المفرومه دي اللي انا مطلعها بردك عشان اعمل بيها الجلاش. والبصل ده كان اللهم صل على النبي كنت مقطعاه كده عشان احطه في قعر الحله وانا بعمل المحشي. ما بحبش احط من الورق اللي هو اللي بتاع الكرنب، عشان بتاع المحشي مش بيستوي. لما تقطعي طماطم كده وبصل بيدوها طعم كده، بيدوا الكرنب بتاعك طعم حلو. واللهم صل على النبي جوزي قلت له هات لي شبت وبقدونس عشان ازود منه بيه يعني. فانتوا عارفين الشبت والبقدونس اليومين دول عاملين ازاي، يعني عارفين. مش عارفه الحزمه فيها بتاع عودين كده وخلاص. بس تلاقوا الحزمه معرفش بيقول لك كام حزمه كده ب 30 جنيه. فعلى الدنيا السلامه، يلا ربنا يرحمنا برحمته. انا بقى عملت قلت اسلق اللحمه وكده. جوزي بيحبها كده كده مسلوقه. وقلت عشان هحتاج، انا عندي شوربه كتير في الفريزر. الشوربه بتاعت اللحمه يعني ببقى مش برميها بعد ما بسلق اللحمه وكده وخلاص وخلصنا الاكل بتاعنا. فبروح حاطه اللحمه دي في اكياس وبروح معبيها واروح حطها. بصوا بتاع التليفون شبر ازاي. وبروح معبيها وحطها في اكياس كده وحطها في الفريزر لحين ما انا بقى اكون بعمل اكل او كده وبعمل فراخ جنب المحشي او كده. بروح مطلعه كيس من الشوربه بتاعت اللحمه، وبروح ايه حاطه ساقيه الاكل بتاعي. وجوزي قال لي انا عايز حبه لسان عصفور وخرطنا الملوخيه دي بقى على طول كده وعملت اللي بتاع الجلاش اهوت. بصوا هما كانوا اكلوا نص الاكل كده قبل ما احنا ما نخلص الايه، قبل ما احنا ما نغرف يعني. كانوا جعانين يعني وميتين من الجوع. فكانوا اكلوا الاكل، والاكل كان طالع طعم وكان يستاهل بقكم الصراحه. يلا بالهنا والشفا على قلبهم. وهنا بقى كانت بنتي ايه يعني جوزي لما بيعرف ان بنتي جايه بيطلب منها القراص اللي هي الصغيره دي. فلا قالت له طيب عايزه كذا وكذا يا بابا، راح شاري لها الطلبات بتاعتها. جاب لها بقى سمنه، وجاب لها اللي هو كيس الخميره الفوريه، وجاب لها دقيق وجاب لها سمسم وحاجات زي كده. وهي يعني ما شاء الله عليها بتعملها، يعني بتعملها سريعه يعني. عملت ايه، كان عندي حبه قشطه في الفريزر. انا لما يعني بجيب اللبن الحليب ده بروح معبيه بشيل الوش اللي بتاعه وبروح معبيه في قلب علب كده. فمن غير ما تقول لي كده والله راحت مطلعه القشطه، مع ان بابا كان جايب لها سمنه. راحت هي بتقول لي بتبقى بالقشطه اللي هي اللي بتبقى مخدوده دي بتبقى حلوه. وراحت مخضاها كده، بتخضها وتروح مسيحاها على النار. هي ما شاء الله عليها شاطره وفي الحاجات دي يعني وكده. ربنا يحسن ما بين ايديها يا رب. وحطيت بردك بقين زيت كده عشان بيدوا بردك العجين وبيدوا القرص قرمشه يعني. بس بقى ايه في اللحظات دي كان ابني بنتي هو اللي كان بيصور. فبقيت عماله اصوت منهم الصراحه. يعني هوريكم دلوقتي شكلهم هم قاعدين لنا طول ما احنا شغالين في المطبخ، قاعدين لنا على البر كده. ربنا يا رب يهديهم ويخليهم لامهاتهم ولابهاتهم وكده. فاللهم صل على النبي. قاعدين بقى كده مقردين لنا، وواحده ماسكه التليفون عايز يصور، والتانيه عماله عايزه تعجن معانا. فربنا يهديهم يا رب.
بصوا قاعدين ازاي، هوريكم دلوقتي رجلهم، وعمال يصور بقى، عمال اقول له انت بص التصوير اللي انت بتصوره ده كله هقص منه. ف يعني يا دوبك طلعت لكم كده كام منظر، اللي هو الايه اللي هو اعرف يعني اصور لكم، اطلع لكم منه منظر كده تعرفوا تشوفوا منه حاجه عدله يعني. فاللي هي اللي في البوله ده كان الخميره. هي طبعا حطت السمنه سخنه، فما ينفعش الخميره تتحط الاول على الدقيق، لا بتحطها كده في قلب ميه دافيه، وبتروح حاطه عليها معلقه سكر، وبتركنها شويه على جنب كده. وبعد كده بعد ما العجين بيبرد في ايديها بتروح حاطه الايه، حاطه السمنه على بتبسها كده زي الكحك كده. وطلعت كيس لبن حط السمنه، وطلعت كيس لبن من اللي هو اللبن الخض ده اسمه ايه، كيس لبن رايب. فبتحطي منه مثلا كوبايه كده، كوبايه وربع، كوبايه ونص، على حسب ما العجينه بصوا بقى بنتي هي يعني بتبقى عايزه تطلع ايديها في التصوير بالعافيه، بس هي كنا كل شويه نزعق لها ونقول لها اغسلي ايديك اغسلي ايديك، بس هي كانت غاسله ايديها يعني كذا مره. هما بيساعدونا بقى كده، بس قاعدين فرحانين، بيبقوا ربنا يا رب يهديهم، بيبقوا قاعدين فرحانين كده واحنا بنعمل الحاجات دي. مع اني بسال بناتي يعني هما بيعملوا لكم كده وانتوا بتعملوا الحاجات دي في البيت؟ بيقولوا لي لا، بس هما بيبقوا فرحانين عندي، بيبقوا قاعدين على البار كده، وبيبقوا بقى عمالين رامين بعضهم وعمالين ايه، عمالين يتفرجوا. فاحنا بنعمل الحاجات دي طبعا عشان هما بيبقوا بيحبوها وكده، بيحبوا يتعشوا بيها، بيحبوا يفطروا منها. فهي بنتي قالت لي اللي بتاع العجين ده مش بيخمر جامد يعني. قعدنا عجنا فيه، وقلت لها ما عملتوش ليه في بصوا اسيل بنتي بتعمل ازاي. فقلت لها ما عملتوش ليه في العجين، قالت لي خلاص مش مشكله يا ماما. فعجنته شويه كده، وراحت ركناه، غطيناه وركناه، وبعد كده ايه، عملناه قرص كده. وبعد كده رحنا راكنينه شويه بردك يريح، يعني ما تريحوش جامد عشان جوزي مش بيحبه اصلا منفوخ، يعني كل ما تسيبيه فتره يتنفخ اكتر، فهو مش بيبقى عايز يعني يخمر جامد. يعني ممكن 10 دقايق كده وتروحي بادئه فيه ايه في السوا بتاعه. بس هما بقى بيسووا بطريقه انا مش بحب التسويه بتاعتهم خالص، لانهم عارفين ان هما بيسلقوا الحاجه كده، يحطوا الحاجه بسرعه بسرعه، عايزين في خلال 5 دقايق يروحوا مطلعينها. انا بحب ادي الحاجه ايه يعني حقها، عشان الحاجه تستوي من جوه ومن بره ومن فوق ومن تحت وكله، يعني مش بحرقها هو تاخدها عني فكره ان انا بحرقها زي الكيكه كده، لا والله. ده اللهم صل على النبي. بصوا بقى بنتي جت تمسكها ما عرفتش تمسكها خالص، قالت لي سخنه. فسيب بنتي بقى هي اللي قطعتها لي كده، ربنا يهديها. يلا الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم، ويا رب تعملوا لي عليه لايك بس تعليق كده عشان خاطر بتاع القناه ترتفع تاني. واشوفكم في الفيديو الجاي بقى ان شاء الله، يبقى احلى من ده 100 مره. بس قولوا ايه رايكم بقى في الفيديو، وايه رايكم في المرايه، وايه رايكم في القرص، وكلموني كده في التعليقات. ولو برضك حد عايز ينتقدني انا بتقبل النقد عادي. بس زي ما انتم شايفين كده، لو عايزين مقادير القرص اكتبها لكم في التعليقات، يعني اكتبها لكم في التعليق المثبت، هي المقادير بتاعتها سهله خالص. يلا سلام.